ازيكم طلبة سنة تالتة إعدادي ومكملين مع بعض حل امتحانات المحافظات. والنهاردة معانا المحافظة رقم 16 وهي محافظة بني سويف من كتاب الامتحان عام 2024. أول سؤال في الجغرافيا هنا بيقول أمامك خريطة للعالم، اكتب في كراسة إجابتك مدلول الأرقام الموضح عليها. واحد السلالة، طبعا دي المغولية. اتنين إقليم مناخي، طبعا ده المعتدل البارد شرق القارات بين قوسين اللورنسي. تلاتة دائرة عرض دي مدار الجدي. أربعة جبال، طبعا دي الإنديز. بعد كده السؤال التاني، ما المقصود بكل مصطلح جغرافي مما يأتي؟ قوة العمل. قوة العمل هم عدد الأفراد في سن العمل، أو يعملون فعليا، أو القادرين على العمل، أو يبحثون عن العمل. الموقع الجغرافي هو موقع المكان سواء قارة أو محيط أو دولة بالنسبة للأماكن الأخرى. بعد كده سؤال جيم، دلل جغرافيا على صحة كل عبارة مما يأتي. توجد دول جزرية في قارتي آسيا وأفريقيا. هقول في قارة آسيا توجد جزر أندونيسيا، جزر الفلبين، جزر اليابان. أفريقيا مثل جزر القمر. الولايات المتحدة الأمريكية يضم شعبها سلالات مختلفة. أقول واحد الزنجية وهم القادمون بالهجرة الإجبارية من أفريقيا. ب السلالة الصفراء وهم الهنود الحمر، وهم السكان الأصليين. ثلاثة الكوكازية وهم السكان البيض القادمين من أوروبا. بعد كده سؤال د، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. يوجد أكبر بحر مغلق في العالم اللي هو قصد بيه بحر قزوين في قارة آسيا. يتركز سكان كندا في المدن الكبرى مثل مدينة مونتريال لأن هي دي العاصمة. النهر الذي يصب في بحر الشمال هو نهر، طبعا الراين. أربعة من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة دولة روسيا. بعد كده استضافت مصر، سؤال رقم 2 ألف، استضافت مصر في شهر من نوفمبر الماضي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي حضره عدد كبير من زعماء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من العلماء والمختصين في مجال البيئة والمناخ. في دول عبارة وضح اتنين من عوامل المؤثرة في المناخ، هم ثلاث عوامل. عندك موقع فلكي، عندك موقع جغرافي، عندك تضاريس. اختار أي اتنين واكتبها. رقم اتنين يقول لنا الخصائص النباتية للإقليم البحر المتوسط، يعني عاوز النباتات التي تنمو في إقليم البحر المتوسط. هل تنمو فيها غابات إقليم البحر المتوسط وأشجارها دائمة الخضرة مثل الزيتون، وتنمو بها أيضا حشائش الاستبس. بعد كده التلاتة، ما رأيك في زيادة التوسع العمراني على حساب الغابات والحشائش الطبيعية مع ذكر السبب؟ هقول تصرف خاطئ، لأن هذا التصرف يؤدي إلى زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وبالتالي حدوث الاحتباس الحراري. سؤال به بيقول لنا اكتب كلمة صواب أمام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة مع التصويب. رقم واحد، تعد دولة إيطاليا في مقدمة الدول التي لها مصالح في القارة القطبية الجنوبية. هقول له الإجابة غلط لأن هم أربع دول. واحد عندك فرنسا، إنجلترا، عندك الولايات المتحدة الأمريكية، عندك روسيا. بعد كده ترتفع نسبة فئة كبار السن في الدول المتقدمة. الإجابة غلط. في الدول النامية، سوري هو كاتب هنا الدول النامية فالإجابة غلط. هيكون مكانها الدول المتقدمة. تلاتة، توجد في قارة أستراليا سهول متسعة تجري بها أودية نهرية أهمها نهر ميري ودارلينج. الإجابة صح. أربعة، ينتمي سكان غرب وسط أوروبا إلى المجموعة النوردية الشمالية. الإجابة غلط، هي المجموعة القلبية. سؤال جيم بيقول لنا هنا ما النتائج المترتبة على واحد زيادة عدد السكان في قارة آسيا، واحد نقص الغذاء، اتنين قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، تلاتة ارتفاع مستوى المعيشة، انخفاض مستوى المعيشة، سوري. رقم أربعة وجود الهجرات غير الإجبارية إلى الدول المتقدمة مثل أوروبا. بعد كده اتنين، تساوي معدل المواليد مع معدل الوفيات في قارة أوروبا. هقول له أصبح الزيادة الطبيعية صفر، وتساوي عدد السكان أو ثبات عدد السكان. آه
بعد كده ماذا يحدث إذا قامت أفريقيا بالاستفادة من ثرواتها المعدنية والزراعية في التصنيع؟ هقول له لأصبحت دول أفريقيا من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. بعد كده التاريخ بيقول لنا السؤال رقم 3 ألف. أدرك محمد علي أن نهضة مصر لم تتحقق إلا من خلال بناء دولة قوية تأخذ بأساليب المدنية الحديثة في الغرب، لذلك قامت بإصلاحات شملت جوانب الحياة المختلفة. في ضوء العبارة وضح التالي أهم مجهودات محمد علي للنهوض بالصناعة. هقول له ألف. أقام المصانع العديدة مثل مصنع الغزل والنسيج ومعامل السكر. ورقم اتنين جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة بأجور رمزية، وكانت ذلك بمثابة مدارس صناعية. رقم تلاتة استعان بالخبرات الأجنبية وأرسل البعثات للخارج. بعد كده السؤال رقم اتنين أسباب اهتمام محمد علي بالتعليم. هقول بسبب حاجته إلى موظفين لسد حاجات المصالح الحكومية. رقم اتنين بسبب حاجته إلى فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع لسد حاجة الجيش والأسطول. بعد كده سؤال ب صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. أدى كفاح مصطفى كامل إلى إقالة المعتمد البريطاني في مصر بدل السير وينجيت هيبقى اللورد كرومر. انتصر العثمانيين على المماليك في أغسطس 1516 في معركة طبعا دي مارج ضابط. 3 بعد أحداث اسكندرية كلف الخديوي توفيق نقط بتشكيل حكومة جديدة، طبعا بدل رياض باشا هيبقى راغب باشا. بعد كده تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية بنفي إلى دمياط، طبعا ده عمر مكرم. آه بعد كده يا جماعة عندنا السؤال اللي وراه بيقول لنا هنا دلل على صحة العبارة الآتية. ألف. لعبت إنجلترا أدوارا بارزة في أحداث الحملة الفرنسية عام 1798. يعني إيه اللي عملته إنجلترا في أحداث الحملة؟ هقول ألف. نجح الأسطول الإنجليزي في إغراق الأسطول الفرنسي في معركة أبيكير البحرية. اتنين. رفضت إنجلترا اتفاقية العريش وطالبت باستسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. 3. أرسلت إنجلترا أسطولا في فبراير 1801 لإغراق الحملة الفرنسية من مصر. ممكن اللي عاوز يكتب يوقف الفيديو ويرجعوا شوية وبعد كده يكتبوا. بعد كده شهدت السؤال التاني في دليل شهدت ميدان القتال في معركة التل الكبير بطولات مصرية خالدة. هقول منها بطولات الضابط محمد عبيد، والذي صمد بقواته أمام القوات البريطانية وقاتلهم حتى استشهد هو ومعظم رجاله. سؤال 3. تعددت مظاهر النهضة العمرانية في عهد الخديوي إسماعيل. هقول له حيث اهتم بإنشاء القصور المعروفة حتى الآن مثل قصر عابدين وإنشاء دار الأوبرا المصرية وأقام الجسور والكباري. بيقول هنا ماذا يحدث إذا لم يقم عرابي بمظاهرة عابدين في 9 سبتمبر 1881؟ هقول له لم يتم إسقاط وزارة رياض باشا، ولم تشكل وزارة شريف باشا. تمام. ولم يزداد عدد الجيش، ولم يتم تشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبي. السؤال الرابع بيقول لنا انسب الأعمال التاريخية إلى أصحابها. شكل أول وزارة برلمانية في مصر يناير 1924، طبعا ده سعد زغلول. 2. حاكم اسكندرية الذي قاوم الحملة الفرنسية، طبعا ده محمد كريم. 3. منح فرديناند ديليسيبس عقد الامتياز الأول الخاص بقناة السويس في نوفمبر 1854، ده محمد سعيد باشا. بعد كده تولى الكفاح الوطني بعد وفاة مصطفى كامل، ده محمد فريد. بيقول لنا هنا سؤال التاني ما النتائج التي ترتبت على الأحداث التاريخية الآتية؟ حروب محمد علي في اليونان في الفترة ما بين 1821 و 1828. هقول له أدى ذلك إلى تحطم الأسطول المصري في معركة نافارين 1827. 2. ضم جزيرة كريت لولاية مصر. 3. علو مكانة مصر الدولية نتيجة
تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي لإنهاء الحرب. رقم 4 توتر العلاقات بين السلطان العثماني ومحمد علي. بعد كده السؤال اللي بعديه، ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي على مصر أكتوبر 1798. هقول له أدى ذلك إلى قتل العديد من الأهالي والثوار، فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء، 3 شروع القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. بيقول لنا هنا سؤال جيم، أجب حسب المطلوب. حدد موقف محمد علي من ثورة الشعب المصري في مارس 1804. هقول له قام محمد علي بالانضمام للزعماء والمشايخ، جاهر اختلط بالأهالي الساخطين، 3 تعهد بإزالة قصر جهده لرفع الضريبة عن الناس، وبهذا كسب محمد علي ثقة الشعب و وعطف الشعب. تمام. وأدوا ذلك إلى اختياره حاكما لمصر. السؤال الثاني، وضح العلاقة بين اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ودولة المماليك. هقول أدى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 1498 إلى تدهور دولة المماليك أو حدوث أزمات مالية واقتصادية لدولة المماليك، وأدى بعد ذلك إلى انهيار دولة المماليك. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من في سؤال تاني معلش سوري. اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. معاهدة وقعت بين مصر وانجلترا وكان من نتائجها إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر. دي معاهدة 1936. محاكم كانت تنظر في الجرائم التي يرتكبها الرعايا الأجانب ضد المصريين، والحكومة المصرية نفسها دي المحاكم القنصلية. وبكده يا جماعة هيكون حلينا امتحان محافظة بني سويف. اتمنى الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو وعاوزين تتابعوا كل جديد ان شاء الله في حل الامتحانات، اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك علشان يوصل الفيديو ده لكل الناس. شكرا ليكم وبالتوفيق جميعا ان شاء الله.